الهرم ونزلة السمان، الهرم وبتوع الجمال، الهرم وبتوع الحصنة حبوا يطوروا الهرم. ما شاء الله الشركة بتاعت اريسكوم ديت بتاعت سويرس تطور الاهرام وخلوه حاجة محترمة. امبارح عاملين فوق سياحي وممشى، راحوا طالعين عليهم بتوع الجمال والحصنة قافلين السكة، قافلين الممرات. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طلعوا قفلوا عليهم السكة. والله زي ما بكلمك كده بلطجة بلطجة. انا واحد من الناس اخر مرة رحت الهرم من 12 سنة وحرمت اروحه من ساعتها، كان معايا اولادي، كرهت نفسي. بلطجة وقلة ادب فوق ما تتخيل. وحد يدخل دلوقتي يقول لي يا باشا دي ناس بتاكل عيش، اخرس اسكت ماشي حسك تاكل عيش. ما انت ما رحتش الاهرامات، ممكن يضربوك تتهيأ منك انت ومراتك وعيالك. الشرطه بتبقى واقفه تتفرج عليك ما بيعملوا لهمش حاجه، وتروح تشتكي يقول لك اعمل ايه؟ ده كلام حقيقي. ومت لما نيجي ننظف بقى الهرم والدنيا تبقى حلوه يعملوا كده، شيل يا باشا اكنس. تدخل معامله السياح يعني اقول لك حاجه، السياح في بطلوا يجوا مصر بسبب الاهرامات. اه والله الهرم ده، الاهرامات دي لو في اي حته في العالم كانت تبقى حاجه تانية خالص، كانت تبقى في حته تانية. ده في ناس عندهم معزه وجدي كده عاملينه مقصر، معزه وجدي يقول لك من ايام 50 سنه كده، واحنا عندنا من اكتر من 7000 سنه. الناس كرهت تيجي مصر بسببهم. السائح يركب الجمل بسعر وعشان ينزله يقولوا سعر تاني. لما تيجي الهرم ينضف ونخلص من الناس دي تعملوا كده؟ لا، اضرب بقى، اضرب من الحديد وشيلهم بقى، شيلهم. اسلوب ما شفتش يعني، اسلوب رخص اكتر من كده. عاملين زي بتوع الخليج، خلي بالك. ما هو والله العظيم اوسخ من سيد اللي كرهوا الناس في السياحه يا باشا. الناس بره الحاجات السياحيه، احنا عندنا مش هقول لك تلتين اثار العالم ولا مش عارف اكتر من تلتين اثار العالم عند في مصر. بس في مصر ده في دول ما عندهاش خمس اللي عندنا وعايشه على السياحه، عايشه على السياحه. احنا بسبب البشر دي السياحه مضروبه ومعامله زي الزفت ونصب وقله ادب وي 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 والكلام اللي انت. لا، انت راجل جه نظف الهرم، خلى الهرم في حته تانية يا جدع. ده انت دخلت الهرم تشم الريحه، الريحه الحلوه ريحه بقى، خد ريحه الحصيله والبول والروس والديت ايه ده؟ وتيجي تتكلم مع واحد مش عاجبك عنك مركب تغور في داهيه. ايه يا عم في ايه يا عم؟ انت بتعاملني ليه كده؟ انا واكل ورث امك والله العظيم. ايه ده؟ قمت انا بقول لك شيلوا بتوع الجمال والحصنة. يا عم هات شركه تكون مسؤوله على كده، يعني هات شركه تكون مسؤوله على الموضوع ده، ويبقى في نظام تيكت يتقطع وفي ياخدك لغايه هناك ويرجع وليه مسار خاص، وشغلهم هم بمرتبات. ما بقولكش اعدمهم يا عم، لا، شغلهم بمرتبات واعمل لهم نظام. بس انا اقول لك حاجه، دول مش هينفع معاهم نظام عشان هم خدوا على النصب وخدوا على قله الادب. صباح الفل.